القصة بتبدأ لما بطلنا توجيما بيتدرب في الغابة، بيلكم شجرة مرات كتيرة وهو بيكرر لكمة الكامن رايدر، بيسبب ضرر ضخم. من ساعة ما توجيما كان ولد صغير كان دايما بيحب الكامن رايدر. الكامن رايدر كان بطل من برنامج تلفزيون، وتوجيما كان فاكر انه بطل مختلف عن اي حد تاني. توجيما اتفرج على كل حلقة مرات كتيرة لدرجة ان امه اتسألت لو في حاجة غلط معاه. مع ذلك ولا حاجة تانية كانت مهمة لتوجيما، فكان بيتنوم تماما كل مرة يتفرج على بطله. دايما بيشجع الكامن رايدر وبيصرخ انه ميخليش الشوكر يكسب. الشوكر كانت منظمة اجرامية كبيرة، عدوة الكامن رايدر في البرنامج. حتى لما ام توجيما كانت بتودع، عينيه ابدا ما كانوا بيبعدوا عن الشاشة ولا ثانية واحدة، مفتون تماما. بيصرخ ضربات الكامن رايدر زي الركلة واللكمة. اللي توجيما كان معجب بيه اكتر في الكامن رايدر كان ازاي كان دايما بيحارب ضد الشر لوحده تماما، بيحمي السلام العالمي بقلب مليان عدل. توجيما حلف انه يوم هيبقى زيه. دايما بيقلد الوقفة المميزة للبطل وبيعلن انه عايز يبقى الكامن رايدر. سنين بعدها بنشوف توجيما في الثانوية، بنت بتشده بس ملوش فكرة ايه اللي بيحصل. اخيرا بتاخد شجاعتها عشان تعترف بمشاعرها وتطلبه يبقى حبيبها. توجيما بيتفاجئ جدا بس بسرعة بيقبل الطلب. بشكل مفاجئ البنت بتعتذر، بتكشف ان ده كان مزحة. توجيما بيتحطم بينما المدرسة كلها بتضحك عليه، والمتنمر كيتاجاوا بيكشف ان المزحة كانت فكرته. في الحقيقة إيميلي حبيبة كيتاجاوا وخسرت رهان، فاضطرت تعترف بمشاعرها لتوجيما كعقاب. توجيما ببساطة بيبعد بعد ما تهان، وبنشوف ان إيميلي حاسة بالذنب لما تبقى لوحدها. توجيما بيفتكر لما كان طفل بيراقب مجموعة عيال بيلعبوا حجر ورقة مقص، حيث الفايز يقدر يتظاهر انه الكامن رايدر بينما التانيين لازم يبقوا اعضاء في الشوكر. توجيما كان بيحتقرهم، فكان عارف ان الواحد ما بيبقاش كامن رايدر بيلعب حجر ورقة مقص، كانوا بس عيال حمقى بيحاولوا يتصرفوا كأبطال. بس توجيما ابدا ما كان بيلعب تمثيل، كان بياخد الوقفة المميزة وبيعلن انه جاد. رجوع للحاضر، إيميلي بتلاقي توجيما وبتعتذر انها خدعته، واضح انها مضايقة، فتوجيما بيقبل الاعتذار. بيبدأوا يتكلموا وإيميلي بتعترف ان في حاجة مميزة فيه. اكتر من نص ولاد المدرسة منحرفين، بس توجيما مش واحد منهم، رغم انها بتلاحظ انه كمان مش عادي بالظبط. توجيما ملوش اصحاب، والناس بتتكلم عن ازاي شافوه بيصرخ للنهر وهو بيعمل وقفات. توجيما مش عارف يرد ازاي، بس مش محتاج، عشان البنت الغريبة دي بتنبهر بقد ايه غامض. في اللحظة دي راجل اسمه ريوتا بيسأل لو إيميلي سابت كيتاجاوا، وبيستهزئ بفكرة ان توجيما حبيبها الجديد، بيناديه خسران وبيقترح انها تطلع معاه بدل كده. إيميلي بتقول لتوجيما انهم لازم يمشوا، بس ريوتا بيمنعها. توجيما بيتدخل فورا، بيقول لريوتا يسيبها وهو بيعصر ذراعه بيسبب ألم كبير. ريوتا بيحاول يرد بلكمة، بس توجيما مش بيهزر، بيصد الهجوم وبيسيب ريوتا، بس بيعلن ان وقت الرد بيضرب لكمة مدمرة في وشه. أصحاب ريوتا بيحاولوا ينتقموا لصاحبهم، بس توجيما بيوقف الاتنين في نفس الوقت. بيعلن تاني ان وقت الرد، وبيستخدم ركلتين متفجرتين عشان يخلي المتنمرين يركعوا. المعتدين يقدروا بس يئنوا من الألم، وإيميلي بتفقد الكلام مصدومة من عرض قوة توجيما. هو دايما رابط الجأش، بيشرح انه رد بس اللي اخده منهم. بيطلع بدراماتيكية وريوتا بيحلف بالانتقام. ايام بعدها إيميلي بتتخطف بواسطة متنمرين اكتر من المدرسة المنافسة، بتصرخ في هلع، وريوتا بيتصل بتوجيما بيطالب انه يظهر وبيعلن الحرب على اللي عمله. طلاب تانيين بيتفرجوا مرعوبين، بيتخيلوا ايه اللي توجيما عمله، وعشان يبقى أسوأ ولا واحد من عصابة كيتاجاوا ظهر في المدرسة اليوم ده، فما يقدروش يساعدوا، والمدرسين كمان عديمي الفايدة. بس ده مش مهم، فتوجيما بيخطو للأمام. ريوتا غضبان انه اتهان وعايز يدي توجيما ضرب ما ينساهوش. مع ذلك توجيما عنده منظور تاني، بيقول ان كومة عيال بيتخانقوا مع بعض مش حاجة زي حرب حقيقية. عيال زيهم ملهمش شغل ولا أعضاء حقيقيين في المجتمع. وتوجيما بيقرف من ولاد بيتكلموا عن الوصول للقمة أو المواجهات مع مدارس منافسة، خصوصا لما لسه معتمدين على أهلهم عشان ياكلوا وفلوس حتى يستحموا ويناموا في بيتهم. توجيما بيعلن ان عيال زي دي يتكلموا عن حرب، ده ببساطة محرج وطفولي بشكل لا يصدق. بدل كده لو عايزين يتخانقوا قوي لازم يبقوا ناضجين زيه ويحاربوا الشر. الكل مندهش لما يسمعوه يتكلم كده، بس إيميلي يبان انها بتقع في حبه. ريوتا زهقان بيتقدم مع أتباعه ضد توجيما اللي ما بيتراجعش وبيهجم عليهم. للأسف عدده قليل جدا وبياخد ضرب رهيب. إيميلي بتتفرج مرعوبة بينما توجيما بيحاول يدافع عن نفسه، والعصابة بتكمل لحد ما يتعبوا. توجيما كارثة
متضرب تماما، وريوتا بيعلن إنه هياخد إيميلي كجايزة. إيميلي بتتوسل للمساعدة، بس كل اللي في المدرسة عاجزين وما بيعملوش حاجة. في يأسها إيميلي بتنادي توجيما، وصراخها بيخليه يقوم. بيطالب إن الكل يوقفه، ومجموعة ريوتا بتتصدم لما يشوفوه واقف، متأكدين إنه كان فاقد الوعي. توجيما بيشيل جاكيته وبيقول إنه أبدا ما كانش عايز يستخدم القوة دي ضدهم، بس ما سابولوش اختيار. بيشيل القميص، وريوتا مش فاهم العلامات على بطنه. بيتلخبطوا أكتر لما يعمل وقفة. توجيما بيكمل التمثيل بتاعه، بيقول كامن رايدر، وهو بيعمل وقفة تانية وبيصرخ تحول. بينط ناحية العصابة بحضور ضخم، بيصرخ قتال الكامن رايدر. الكل بيبصوا بصدمة وحيرة، وتوجيما بينهي تحوله بقول بدراماتيكية كامن رايدر. ولا حاجة بتحصل، فالمتنمرين بيضحكوا وبينادوه مجنون على كل التمثيل ده. مع ذلك ريوتا قريب بيندم انه استهزأ بيه، فتوجيما بيضرب لكمة بتخليه يطير أمتار كتيرة في الهواء. الكل بيفتح بقهم وهم بيشوفوا جسم ريوتا بيطير. لحظات بعدها بشكل ما توجيما بيهزم كل المتنمرين. المدرسين وحتى كيتاجاوا بيشهدوا كل حاجة، بس لسه مش مصدقين اللي شافوه. إيميلي بتتساءل مين توجيما فعلا. بطلنا بيلف ليها وبيقول إنه الكامن رايدر. إيميلي متأثرة جدا، بتشوف توجيما بيقرب ويبتسم لأول مرة، بيطمنها إن كل حاجة هتبقى كويسة، بس هي مرعوبة وبتجري هربة. بتسيب توجيما بروح محطمة. بيفهم إنه كان صح طول الوقت، أبداً ما كانش المفروض يتحول، عشان العدو الوحيد اللي المفروض يواجهه هو الشوكر. بنرجع للحاضر، حيث توجيما بيتدرب في الغابة. بيوري إنه مش مجنون. بيفكر إن الكامن رايدر والشوكر من برنامج تلفزيون، مش موجودين في العالم الحقيقي، ومهما يتدرب ما يقدرش يبقى الكامن رايدر. غضبه بيزيد وهو بيقرر إنه مش قادر يبقى الكامن رايدر. بيكمل يهاجم الشجرة. فجأة توجيما بيسمع حاجة بتقرب، دب، بس هو مش خايف، بدل كده بس متخيب إنه مش وحش من الشوكر. الدب بيهاجمه، فتوجيما ملوش اختيار غير إنه يدافع عن نفسه. بيفاجئ الحيوان لما يرميه على الأرض، بيخلي الدب يتساءل لو توجيما فعلا بشري. الدب بيثبت إنه خصم هائل، بيخرمش صدر توجيما، بس مش كفاية. في مرحلة ما توجيما بقى قوي كفاية إنه يواجه دب التساوي. بيثبت ده لما يضرب كوع في عين الحيوان. الدب بيقرر يهرب، بس توجيما حتى ما بيعتبرش ده نصر. هزيمة الدب هيبقى إنجاز لأي شخص عادي، بس ما بيخليش توجيما كامن رايدر، وده كل اللي كان عايزه دايما. ده كان هدفه من ساعة ما يفتكر، بس بيفتكر إن ده السنة اللي بيكمل فيها 40 سنة. لحظات بعدها بنلاقي توجيما في محل لاعب مستعد يبيع كل مجموعة الكامن رايدر بتاعته. البايع بينبهر بكمية الحاجات النادرة، بس توجيما بيكشف إن عنده 6 صناديق تانيين مليانة و10 تانيين في البيت. في البيت بنشوف إن توجيما باع كل حاجات الكامن رايدر بتاعته، سايب بيته فاضي تماما. سبب البيع كان عشان فكرة الموت في واحدة في أوضة مليانة حاجات كامن رايدر، بس عشان كل حاجة ترمى بواسطة غريب كانت أكتر من ما يقدر يتحمله. بعدها على طول توجيما بينبهر لما يقرأ عنوان مقال بيقول إن الشوكر ظهرت. بيرتعش لما يحاول يشغل الفيديو، فده اللي استنى طول حياته. التقرير بيكشف إن محل كانت سرق من أيام، والمذنبين كانوا لابسين أقنعة سودا على طراز المنظمة العدوى لبرنامج الكامن رايدر، بيقلدوا أشرار الشوكر بنفس أصوات البرنامج. ده شوية مخيب لتوجيما، فهم بس سرقوا المحل، جريمة أقل بكتير من مستوى الشوكر في البرنامج. في الشغل توجيما بيسمع إن كان في هجوم تاني للشوكر، وبيحصلوا في كل المنطقة مؤخرا، يبانوا ترند، بس توجيما بيرفض يصدق إنها الشوكر الحقيقية. بنتفرج بعدين على خبر بيوري كتير من الجرائم المقلدة دي في البلد. واحد من الناس اتمسك وكشف إنه عمل الجريمة ببساطة عشان كان عنده واحد من الأقنعة دي في البيت، ولسبب ما لما عمل الوقفة وطلع صوت غريب حس نفسه أقوى. لأول مرة حس إنه يقدر ينجز حاجة في حياته. توجيما اللي ساب الحياة دي ورا، بس بينادي الراجل أهبل. ليلة توجيما بيروح لمهرجان قريب من بيته. طفل بيتكلم مع أبوه بيخليه يفتكر أبوه اللي أداه $30. عارف إن توجيما بيحب المهرجانات، سمح له يشتري اللي يحب. توجيما دلوقتي بيتذوق نفس السناك من زمان، بيستمتع بالنوستالجيا. في مكان تاني بنشوف راجل غامض اسمه ناكاو بيدي أقنعة اتشافت في كل الأخبار لشوية منحرفين. بيشرح إن شغل اليوم ده ابتزاز. المنحرفين ما بيهتموش يلبسوا الأقنعة، بس واحد منهم بيقول بشجاعة إن باقي التمثيل محرج جدا وما بيحبش الوقفات والأصوات اللي لازم يعملوها. ناكاو ما بيهتمش وبيقول إنه دايما كان بيحب الشوكر أكتر من الكامن رايدر، وعشان كده بقى مجرم. المنحرفين بيفكروا إن قصة الأصل دي سخيفة. ناكاو بيكمل بيقول إنه في مصطلحات الشوكر هيبقى وحش، وهم ال3 مقاتلين بتوعه، فملهمش اختيار غير إنهم يطيعوا. ثواني بعدها
المنحرفين بيسرقوا كشك في المهرجان بالظبط حيث توجيما موجود، بيسببوا بلبلة كبيرة. توجيما مندهش لما يشوف إن دي واحدة من السرقات الشوكر الشهيرة بيتشل. صاحب الكشك المسكين بيتضرب، فتوجيما بيقرر يتصرف، بيروح لكشك تاني وبيسأل قد إيه واحد من الأقنعة اللي بتتباع. بينما المنحرفين بيكملوا يضربوا الصاحب، توجيما بيصارع القرار اللي محتاج ياخده، عارف إن دي الحياة اللي ساب ورا، بس ما يقدرش يخلي الشوكر تهرب من العقاب. بيفتكر حياته كلها وهو بيعمل الوقفة بشكل متكرر، بس المرة دي فعلا ضد الشوكر. توجيما بيلبس القناع، دمه بيغلي، قلبه بيدق بسرعة وبيخطو للأمام، بيعلن إن الشوكر عملت كفاية. المنحرفين بيتسألوا مين الغريب ده، فتوجيما بيعلن إنه الكامن رايدر. ما يقدرش يمنع الدموع، فكان فاكر إن الجزء ده من حياته خلص للأبد، بس ده بس بيخلي المنحرفين يستهزئوا بيه. ناكاو من الناحية التانية في الزحمة ومنبهر لما يشوف كامن رايدر بيواجه الشوكرز بتوعه. توجيما بيرفض يتسخر منه وبيقول للمنحرفين إنه جاد. بياخد وقفة قوية وبيصرخ لكمة الكامن رايدر وهو بيسحق جمجمة كل واحد منهم. الكبير هو اللي باقي بس، فتوجيما بينط عالي جدا وبيضرب ركلة الكامن رايدر بتاعته بيخليه يفقد الوعي. الكل تماما بيفقد الكلام من عمل البطولة بتاعه، وتوجيما مش مصدق قد ايه الإحساس ده رهيب. بيبص حواليه، بيفهم إن كل العيون عليه، فبيهرب قبل ما حد يحاول يكتشف مين هو. في مكان تاني بنت بتقرأ عنوان عن الكامن رايدر بيهزم الشوكر، بتغضب، فكانت عايزة تعمل ده الأول. حاسة بالإهانة من الكامن رايدر ده اللي بيلبس قناع بس بدل يونيفورم كامل زي بتاعتها، وبتتساءل مين الراجل ده فاكر نفسه. في الصبح التاني بنتعرف على يوريكو وهي بتدرس لفصلها، بتقرأ قصيدة لطلابها، وواحد منهم عنده اهتمام خاص بمهارتها الكبيرة في التدريس. القصيدة بتتضمن راجل بيقع في حب مرات راجل تاني، وبتنادي أسانو المركز قوي عشان يعيد صياغة السطر الأخير بمصطلحات أكثر حداثة. الشاب ما كانش منتبه ولا شوية في الحصة، فبيخربها تماما. بيقول إن الشخصية الرئيسية في القصيدة بتعترف بحبه لمدرسته، بس مش ده خالص. يوريكو بأدب بتصحح له، وأسانو بيتحرك تماما لما الفصل كله يضحك عليه. رجوع للبيت، أسانو بالكاد يقدر يمسك مشاعره وهو بيفكر قد إيه بيحب يوريكو. بيتمنى يقدر يبقى معاها دلوقتي، وبيتخيل كل الحاجات الراقية اللي بتحب تعملها في وقت فراغها. أسانو بيتخيلها بتعمل حاجات متطورة زي إنها تتأمل لوحات فخرة أو تعزف على البيانو بتاعتها. بيتخيل أناقتها في أقصى عرض وهي بتستمتع بالشاي في جنتها الجميلة. مع ذلك أحلامه ما يقدرش يبقى أبعد من الحقيقة، عشان يوريكو بترفع أوزان كوحشية مطلقة، بتزمجر كبربرية وهي بترفع حديد، وبتغضب على الكامن رايدر اللي اختفى. يوريكو بتكرهه بكل خلية في كيانها عشان بيجرؤ يسمي نفسه كامن رايدر وهو لابس قناع بس. نظرة على ماضيها بتكشف لحظة لما يوريكو رجعت البيت بتعيط بعد ما تعرضت للتنمر. أبوها تساءل ليه ما دفعتش عن نفسها، فيوريكو شرحت إن ده عشان المتنمرين كانوا كلهم ولاد. فاهم قد إيه الموقف حساس. أبوها فاهم إنه عارف بالظبط اللي محتاجة تشوفه. ورى يوريكو نسخة متأخرة من الكامن رايدر بيقدم أحدث كامن رايدر اسمه سترونجر. يوريكو ملهاش فكرة ليه بيوريها برنامج تلفزيون قديم، بس قالها بس تكمل تتفرج. في الحلقة دي ست اسمها يوريكو اتقدمت وقالت لسترونجر إنها هتقاتل جنبه. سترونجر كان قلقان عشان هي ست، بس بسرعة اتفاجئ لما كشفت تحويلها. يوريكو كانت الإنسان الموجة الكهربية المسماة تاكل، سايبورج اتخلق بواسطة شرير، بس قررت تتمرد ضدهم. أبو يوريكو كان استنى اللحظة المثالية يوري ده ليوريكو، عشان تاكل كانت أول محاربة ست في الكامن رايدر. يوريكو الصغيرة اتفتنت فورا وهي بتتفرج على أدوتها الجديدة بتوقع أتباع شوكر كتير. تاكل كانت حليفة للأطفال الطيبين ومحاربة عادلة، فيوريكو كانت بتعجب بيها بلا نهاية. أكيد ده كان معناه إنها تتدرب على هجوم رمي الموجة الكهربية بتاع تاكل وتنهيه بالوقفة المميزة بتاعتها. أبوها كان جنبها بينتقد كل خطوة في الطريق عشان يتأكد إنها بتقلد بطلتها الجديدة بشكل مثالي. كان خبير قوي في كل حاجة عن الكامن رايدر، لدرجة إن عنده كل سلوك لتاكل محفور في دماغه. بعض الشخصيات كانت بتأثر أسمائهم لما يعلنوا عن نفسهم عشان يبان أحسن، وتاكل كانت واحدة منهم عشان كانت بتسمي نفسها تاك. يوريكو بسرعة صححت ده عشان تقلد بطلتها بأدق شكل ممكن، لحد ما أبوها إداها درجة مثالية. لما كانت لوحدها ليلة، يوريكو استخدمت رمي الموجة الكهربية بتاعتها بأقصى عدل، وبالصدفة وقعت شوية فيديوهات. بينهم كانت الحلقة 30 من الكامن رايدر، حلقة أبدا ما شافتها. يوريكو متشوقة تشوف بطلتها في حلقة مش متشافة. شغلت الفيديو بس اتلخبطت من العنوان بتاعه، كان وداعا تاكل معركتها الأخيرة. للأسف الحلقة كانت فظيعة تماما ليوريكو.
تاكل اتجرحت جرح حرج بواسطة دكتور شرير، فعشان تحمي سترونجر وتضمن النصر شغلت قدرتها العليا المسماة إعصار ألترا. يوريكو كانت في صدمة وبالكاد تقدر تفهم إيه اللي بيحصل، فكل اللي شافته بعد كده كان انفجار نتج عنه إن تاكل فقدت حياتها. مشاهدة موت تاكل كان أكتر من ما يوريكو الصغيرة تقدر تتحمله، والتجربة الصادمة سابتها في خراب تام، ده رماها في هاوية خانقة من اليأس من غير إنقاذ في الأفق. في النهاية أبو يوريكو هيرجع من الشغل للبيت مرعوب لما يلاقي يوريكو بتغرق في بركة من دموعها الخاصة وهي بتتعافى من التجربة شبه المميتة. يوريكو قدرت بس تتساءل ليه تاكل كان لازم تموت وليه سترونجر ما أنقذهاش. أبوها شرح إن قدرة إعصار ألترا بتاعت تاكل كانت في الحقيقة آلية تدمير ذاتي، حركة نهائية حيث بتضحي بحياتها عشان تهزم العدو اللي كانت بتقاتله كان قوي وما كانش عندها اختيار تاني. حياتها انتهت بس تاكل نجحت تنقذ الموقف وتحمي سترونجر. تاكل بتنقذ سترونجر بتجيب شوية راحة ليوريكو، وأبوها بيضيف إن تاكل كانت بلا شك أعظم بطلة على الإطلاق، وبالظبط عشان كده سمى يوريكو على اسمها. كانت بتمثل العدالة ومهما يتدربت بقسوة كانت دايما بتكمل القتال. تاكل حتى حافظت على القتال الجيد لحد النهاية. خطاب أبوها كان بالظبط اللي يوريكو محتاجة تسمعه، فأخيرا قدرت تصلح قلبها المكسور. بعدها على طول أبو يوريكو هيكشف إنه عمل زي ليها تلبسه كان زي تاكل، وأعلن إن تاكل مش ميتة عشان كانت قدامه. يوريكو اتصدمت وهي بدأت تنهار في دموع، بتتساءل لو فعلا تقدر تبقى تاكل. أبوها كمان اتملى بالدموع وهو بيطمنها إنها تاكل، وثقة يوريكو استعادت. يوريكو عملت الوقفة المميزة وهي بتعلن عن نفسها كالإنسان الموجة الكهربية تاك، وقالت لأبوها الفخور إنها هتبقى تاكل من دلوقتي فصاعدا. يوريكو بتشتغل عشان تبقى أكتر زي تاكل كل يوم من ساعتها. عندها حاليا 24 سنة، بتكمل في الطريق ده وهي بتشتغل كمدرسة. كرهها للكامن رايدر الجديد ده ساحق وبتناديه مزيف ومحتال. بترفض تتفاق بواسطة أهبل حتى مش بيعملها صح، وبتعلن إنها تاكل رقم 2. بتنشر كرهها ليه على كل السبورة بتاعتها، بس الطلاب ملهمش فكرة ده معناه إيه. الليلة دي ناكا بيقول لأتباعه إنهم هيهاجموا سلسلة من 5 محلات. الناس مش مصدقين إنهم لسه بيعملوا ده، ومتأكدين إنهم هيتمسكوا قريب لو كملوا يزودوا معدل الجريمة بتاعهم. مع ذلك ناكا مش عايز يسمع أي شكاوى، وبيكشف إنه هينضم لهم المرة دي. الأتباع بيحاولوا يقولوا إنهم يقدروا يتعاملوا مع الأمور لوحدهم، بس ناكا عنده رسالة ليهم. بيشرح بدراماتيكية إنه مقاتل بس مفيش احتياج كبير لنوعه في الأيام دي. أحسن حاجة يقدر يعملها إنه يجر ال3. بيتصرف كأنه لسه طفل. ناكا بيقول إنه كان هيفضل يبان كوحش زي راجل العنكبوت من الكامن رايدر، بس الأتباع لسه ملهمش فكرة بيتكلم عن إيه. لما خطابه يخلص بيقول لفريقه يستعدوا ويتأكدوا إنهم يحطوا شوية إحساس في التمثيل بتاعهم المرة دي. في مكان تاني أسانو بيعترف إنه بيحب يوريكو. بالكاد كان عنده شجاعة يعمل ده، بس دلوقتي عنده. أسانو بيتأكد يقولها بشكل متكرر. الاعتراف بيها من واحد من طلابها بيصدم يوريكو وبيخليها فاقدة الكلام. في المكان ناكا ومجموعته بيسرقوا محل وبينطلقوا للتاني. الناس بيتخضوا لما يشوفوا البوليس جاي، ويوريكو بتتصدم لما تشوف سرقة شوكر بتحصل قدام عينيها. فوق ده زعيمهم يبان قوي جدا وما بيخافش من البوليس خالص، فبيضرب واحد منهم في وشه فورا. أسانو غافل عن العالم حواليه وهو بيكمل يعترف ليوريكو، بس هي مرعوبة وهي بتتفرج على الشوكر بيدمر البوليس. الأتباع بيتسألوا لو فكرة كويسة إنهم يضربوا البوليس، بس ناكا متوجه للمحل التاني خلاص. صدمة يوريكو بسرعة بتتحول للرعب لما بتفهم إن لصوص الشوكر على وشك يهربوا كانوا فريستها من ساعة ما تفتكر، فبتسيب الشاب وبتجري وراهم. في مكان تاني توجيما بيقرأ المقال عن أعمال الكامن رايدر البطولية ولسه مش مصدق إن ده كان فعلا هو. في اللحظة دي جهازه كاد يقع على الأرض لما يلاقي لصوص الشوكر تاني. بيناديهم معلن عن وجوده بس ملهمش فكرة مين هو. توجيما بسرعة بيفهم غلطته وبيركع عشان يلبس زيه. بيلبس قناعه وهو بيقول تحول وبيعمل وقفة الكامن رايدر. الأتباع فورا بيعرفوه كالراجل اللي ضربهم اليوم اللي فات، وناكا واضح إنه مش مبسوط. توجيما بيعلن إنه الكامن رايدر والمشاعر ورا ده لسه قوية عشان بيبدأ يتملى بالدموع تاني. توجيما بيعلن إنه كان بيدور عليهم، بس الأتباع يقدروا بس يفكروا في إزاي بيعيط تاني. في المكان أسانو بيجري بيأس ورا حب حياته، بس هي مركزة قوي على هدفها. مع ذلك الأمور بتاخد منعطف أكتر جنون ليها لما بتشوف الشخص اللي بتكرهه أكتر، الراجل اللي هزم لصوص الشوكر اللي المفروض تهزمهم الأول. الأسوأ من كل ده هو كامن رايدر محتال بمظهر رخيص بيمشي لابس قناع بس. الجرائم ضد الإنسانية دي ما يقدرش يتسامح معاها، فبتوعد توقفه. في نفس الوقت توجيما مستعد للمعركة، فبيقول لأتباع الشوكر يتقدموا.
واضح ليوريكو إنه بيحاول يسرق فريستها تاني، بس بترفض تخلي ده يحصل في حراستها. بتقول اسم أسانو عشان تهديه، وكل أحلامه المجنونة بتتحقق وهي بتشيل هدومها قدام الكل، ولا حاجة أهم ليوريكو من أهدافها. فبتلبس يونيفورم تاكل بتاعها وبتطلب من أسانو يمسك شنطتها. توجيما زهق إنه يشوف الشوكر واقفين هناك بس، فبيقرر إنه لازم يهاجم الأول عشان ينهي موجة الجرائم بتاعتهم. بدراماتيكية بيبدأ يقول لكمة الكامن رايدر، بس بيتقطع بواسطة يوريكو اللي هجومها بيبعته يطير. لصوص الشوكر ملهمش فكرة إيه اللي بيحصل، ويوريكو بتعمل الوقفة المميزة وهي بتعلن عن نفسها كالإنسان الموجة الكهربية تاك. ولا حد مصدوم أكتر من توجيما عشان فوراً بيعرفها كتاكل من البرنامج، وبتعلن إن تاكل لسه عايشة. الأتباع بيتسألوا لو جسمها بس اللي كبر عشان دماغها لسه بتفكر كطفلة. واحد منهم بيعرض عليها شوية حلوة، بس يوريكو بسرعة بتوري إن ده مش لعب عشان بترفعه. توجيما مش مصدق عينيه. يوريكو بتستخدم رمي الموجة الكهربية بتاعتها عشان تبعت الراجل على طول للبندقية التانيين. الكل بيتفرج في مفاجأة تامة عشان يوريكو هزمت الأشرار. بتجري عشان تستعيد شنطتها، وأسانو بيشكرها إنها باركته بالفرصة. بتقوله ما يقولش لحد وبيوعد يحفظ سرها. يوريكو بتعمل خروجها البطولي، وأسانو مرة تانية بيعترف بحبه. ناكا متضايق من البنت وهو بيشيل إناعه، وبيقول لتوجيما إن العداوة بينهم مخلصتش. توجيما سريع في الإشارة إن البنت ضربته هو كمان، بس مفيش وقت للكلام عشان صفارات البوليس تقدر تتسمع من بعيد. ناكا ببساطة بيقول إنه دايما كان بيحب الشوكر أكتر وبيمشي مع فريقه. توجيما بيشيل قناعه وبيتساءل مين البنت دي كانت. لغز كامل، بس في حاجة أكتر عنها بتجذبه. الست دي يبان إنها بتحب تاكل قد ما هو بيحب الكامن رايدر، أو يمكن أكتر. في الصبح التاني يوريكو مبسوطة لما تشوف إن في مقالات عن تاكل المرة دي. بعدها ناكا وفريقه بيجتمعوا تاني بعد ما تهزموا. واحد منهم بيتساءل إيه اللي ناكا ماسكه، فبيكشف إنه لقى قناع وحش في محل كان فيه تخفيض، فاشتراه وعدله شوية على طراز الشوكر. ناكا بيلبسه وبيصدم تابعينه، وهو بيعلن إن لبسه بيحوله لوحش معروف كراجل الياكوزا. بيتساءل إزاي شكله، بس الأتباع فاقدين الكلام. مع ذلك ناكا جاد تماما عشان بيقول إن في كامن رايدر وتاكل في الشوارع دلوقتي. لو في مكان ليهم يبقى في مكان لوحش زي رجل الياكوزا. بيعلن إنهم هيكملوا شغلهم الليلة دي، بس الناس فعلا بيتمنوا إنه مش بيتكلم عن اللي فاكرينه. لإحباطهم ناكا بيعلن إنهم هيهاجموا محل تاني. في المحل القريب ستريمر لايف بيتكلم مع الشات بتاعه، بيكشف إنه هيشتري ب100,000 ين سناكس عشان ده محتوى من الدرجة الأولى وبينضف رف كامل. في اللحظة دي لصوص الشوكر بيوصلوا، بيرعبوا الكل، وناكا بيأمر الكاشير تديهم كل الفلوس. البنت بس بتصرخ للمساعدة من غير ما تتحرك ولا سنتي، فناكا بيتساءل ليه مش بتهرب. بس الستريمر بيختبي قريب، وبدل ما يعمل أي حاجة مفيدة بيقرر يغير عنوان البث بتاعه لسرقة الشوكر لايف، متأكد إن مئات المشاهدين هيبدأوا يدخلوا. بس واحد من الأتباع بيشوفه. التابع بيقول إن الولد بياخد سناكس كتير قوي، بس الستريمر بس بيكذب وبيسميه عشاء. الشوكر قلقان إن الولد هيتخن، بس الستريمر بيقول إنه متخن خلاص. ده مخيف جدا عشان حياة الشاب ممكن تبقى فيه خطر، بس لسه متحمس عشان البث بتاعه بينفجر. اتحطت على مواقع أخبار والمشاهدين بيدخلوا بالآلاف. عدد المشاهدين بتاعه بسرعة بيقرب من 100,000، وبيفكر في إزاي دي أخيرا لحظته في دائرة الضوء. في المكان بنشوف إن توجيما بيتفرج على البث اللايف وبيجري هناك، والعدالة في دماغه. بيلاحظ ست عشوائية بتجري جنبه، والاتنين بيتسألوا شافوا بعض فين قبل كده. رجوع للمحل، راجل بيقول لناكا إنه بيبقى مزعج. الستريمر مش مصدق المحتوى اللي بيستلمه عشان دلوقتي في زبون يقظ في المشهد. ناكا بيطالب يعرف مين الراجل ده، بس الراجل ببساطة بيشرح إنه حد بيقولهم يوقفوا اللي بيعملوه. الأتباع بيتسألوا لو الراجل ده فاكر نفسه نوع من البطل، بس غلطانين تماما. الراجل ده بشكل مفاجئ بيعمل وقفة الشوكر وفورا بيتحول. ناكا وفريقه بيتجمدوا في إعجاب باللي شاهدوه للتو، عشان الراجل ده واضح إنه اللي كانوا بس بيتظاهروا إنهم هو. الستريمر كمان فاقد الكلام، والبطالين مرعوبين من وصول الراجل ده. الراجل زهقان من الكلام عن سرقات الشوكر اللي بتحصل مؤخرا ومقرف. بينادي ناكا وفريقه محتلين الشوكر، وبيقولهم يسمعوا بعناية لصوت الحقيقي. وكده بتخلص الحلقة التانية.